بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 50 شخصا جلهم في حالة خطرة. من إدلب ينضم إلينا الناشط الإعلامي إياد عبد القادر. إياد، ما هي المعلومات المتوفرة لديك بخصوص هذا القصف المباشر على السوق المركزية في إدلب، وما هو الهدف وراء استهداف مناطق تكتظ عادة بالمدنيين؟ نعم، بالنسبة للمجزرة التي حصلت قبل ساعة وأكثر في مدينة إدلب، ارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة إلى 30 شهيدا بينهم نساء وأطفال، ومن المرجح أن ترتفع هذه الحصيلة خلال الساعات القادمة نظرا لوجود ضحايا بين الأنقاض. وما زال فرق الدفاع المدني يعمل على انتشالهم. إضافة إلى ذلك جرح أكثر من 90 مدني بمختلف الإصابات، وتم إسعافهم إلى المشافي والنقاط الطبية الموزعة في المحافظة. سوق مدينة إدلب كجميع الأسواق كان يشهد ازدحاما كبيرا، والأهالي كانوا منشغلين بشراء حاجيات العيد وألعاب الأطفال، وفجأة استهدفت طائرة حربية روسية السوق بثلاث صواريخ تركزت على المحال التجارية في منتصف السوق، ما حول المكان إلى دمار، واشتعلت الحرائق جراء الغارة. ولا يزال الأهالي وفرق الدفاع المدني حتى اللحظة يقومون بعملية انتشال الضحايا بين الأنقاض. الناس كانوا ذهبوا لشراء حاجيات العيد، وهناك حديث عن هدنة في سوريا، ولكن النظام نعم، هل القصف مستمر على إدلب؟ لا، قامت هذه الطائرة باستهداف المكان ومن ثم ذهبت إلى نعم. الحدود السورية والتركية واستهدفت مخيم للاجئين، ولكن نجم عن شكرا. بعض الإصابات كون الغارة أتت في أطراف المخيم. شكرا جزيلا لك من إدلب الناشط الإعلامي إياد عبد القادر. وفي حلب قتل 3 مدنيين.